السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قناة محمد الحجاج عاشق الكيان. ونقدم فيديو جديد وحلقة جديدة. موضوع الحلقة: ارتباك قبل السوبر ليج. كاف يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة وصدمة للدوري المصري. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد وتفاصيل النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي أو السوبر ليج بمشاركة 8 فرق هي الأقوى على مستوى القارة. ويشارك النادي الأهلي في هذه النسخة التي استحدثها كاف باعتباره صاحب التصنيف الأعلى في قارة إفريقيا، إلى جانب السبع فرق التي تليه في التصنيف. وحدد كاف الفرق الثمانية صاحبة التصنيف الأول والثاني المشاركة في البطولة هي: التصنيف الأول وفق لإعلان كاف: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي. أما التصنيف الثاني وفقا لإعلان كاف: مازيمبي الكونغولي، بترو أتليتيكو الإنجولي، سيمبا التنزاني، أنيمبا النيجيري. وأعلن كاف موعد انطلاق البطولة يوم 20 أكتوبر المقبل على مدار 4 أسابيع بنظام الذهاب والإياب، وتبدأ من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب. وأعلن كاف عن قرارات مثيرة قبل مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري. حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قائمة ملاعب الأندية التي تأهلت إلى الجولة التمهيدية الثانية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية نسخة موسم 2023-2024. وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف استبعاد ملاعب كل من بوركينا فاسو وبوروندي وإفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتي وأرتريا وإبسونتي وإثيوبيا وجامبيا وليسوتو وناميبيا والنيجر وساونومي وسيشل وسيراليون والصومال والسودان وجنوب السودان وزيمبابوي. ومنح كاف الأندية من الدول التي استبعدت ملاعبها مهلة خلال 72 ساعة، وتحديدا حتى الجمعة المقبل 1 سبتمبر لتحديد ملاعبها. وأكد كاف في خطابه للاتحادات أنه في حالة عدم وجود ملعب معتمد لدى النادي في دولة ما قبل الكاف، سيتعين على النادي المعني أن يلعب مباراته في ملعب معتمد خارج أراضيه، ويجب اختيار الملعب من بين الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف. وبموجب قرار كاف باستبعاد الأندية إثيوبيا من خوض من مبارياتها على ملاعبها، فإن النادي الأهلي سوف يواجه نظيره سان جورج خارج ملاعب إثيوبيا. وكانت قرعة دوري الأبطال إفريقيا أسفرت عن مواجهة الأهلي مع سان جورج الإثيوبي في دور 32. قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف
منع أي فريق مشارك في بطولة دوري السوبر الإفريقي من المشاركة في الدوريات المحلية. وبموجب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، فإن النادي الأهلي لن يخوض أي مباراة في الدوري المصري لمدة شهر بسبب ارتباطات الفريق الإفريقية. تواجه إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري أزمة حقيقية بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منع الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي من المشاركة في أي مباريات محلية. وقرر الاتحاد الإفريقي أيضا لكرة القدم الكاف إجراء تعديل قبل مباراة السوبر الأفريقي التي تجمع بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري منتصف شهر سبتمبر القادم في السعودية. وقرر الكاف السماح للنادي الأهلي بإجراء تعديلات على قائمة مباراة السوبر قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي. ومن المقرر إرسال القائمة يوم الاثنين المقبل وتضم 18 لاعبا، ويحق الطرفي المباراة بإجراء تعديلات قبل المباراة أيضا. قبل ما نختم حلقتنا، فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعليق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحجاج عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.